جديد وجمعنا كل المعلومات عنه، ولكن الشطارة مش ان انت تجمع المعلومات بس، ولكن الشطارة ازاي تفكر مكان عدوك ونفس تفكير عدوك. ازاي تفكر زي الحشرات والقوارض بالظبط علشان تتلافى مخاطرهم في المنشأة اللي انت هتشتغل فيها. علشان نعمل ده انا سمعت كلامكم وهعيد شرح الادوات اللي شرحتها قبل كده في اخر فيديوهات، ولكن بطريقة مختلفة علشان التصور يوضح اكتر. علشان اقدر افكر بنفس طريقة تفكير الحشرات والقوارض اللي هم اعدائي في الموقع الجديد، لازم استخدم اول خطوة what if analysis، اداة ماذا لو. دي مش مجرد اداة، دي استراتيجية تفكير بتخليني اتخيل كل السيناريوهات المحتملة للخطأ، وكأني بجهز قائمة سودة للمشاكل اللي ممكن تحصل. وده طبعا اللي بيميز البرو-اكتيف ابروتش. وانا واقف في قلب المصنع اول سؤال خطر على بالي: ماذا لو الباب بتاع دخول الرو ماتيريال ده اتساب مفتوح لنص ساعة او حتى ساعة؟ ممكن يحصل ايه؟ ماذا لو مكان التلاجات اللي انا شفته ده حصل فيه تسريب، خاصة في ظهر التلاجات؟ يا ترى ممكن يحصل ايه؟ وانا بعمل الفيزيت تور بتاعتي في المصنع، طبيعي افراد الهيجين او الجنتور عمال النظافة يعني طبيعي بقعد اتكلم معاهم. اثناء الحديث اكتشفت ان في جاب في بعض البروسيدر اللي بيقوموا بيها، ففكرت ماذا لو اتساب بقايا طعام في الكافيتيريا في ركن من الاركان على سبيل المثال؟ ممكن يحصل ايه؟ كل سؤال من دول واكتر بكتير بيخليني اكتشف قائمة كبيرة جدا من المخاطر اللي ممكن تعمل كارثة في اي وقت. القائمة دي بتبقى كبيرة جدا، بكده اصبح معايا قائمة كاملة بالمخاطر بتاعت المنشأة. بس يا ترى يا هل ترى اي خطر فيهم ليه الاولوية؟ هنعرف ده بشكل مختلف في الحلقة الجاية ان شاء الله. استنوني بكرة وانا بتكلم عن ال FMEA ونكمل تطبيق على نفس